أنا دكتور أيمن، والنهاردة هنتكلم عن الشعر المدفون. طن طن طن. خضتني يا حمزة. ايه؟ مش مدفون تحت الأرض، مدفون تحت الجلد، أو يعني عادة الموضوع بيحصل في الدقن، فهنسميه التهابات الدقن. التهابات الدقن دي أو الشعر المدفون الاسم العلمي بتاعها سودو فوليكولايتس باربي، هو اسمها كده. أنا قلتها لكم بالعربي الأول، الشعر المدفون اسمه كده. معرفش الجماعة الأجانب دول بيعقدوا كل حاجة ليه؟ مش عارف، ما العربي جميل، لغتنا العربية. الشعر المدفون سهلة وبسيطة. في ايه حرام عليكم؟ فتعقيب بقى. بالمناسبة باربي جاية من بارب واير، يعني السلك الشائك. ايه هي قصة الشعر المدفون والتهابات الدقن؟ بعض الناس بيكون عندها مشكلة في بصيلات شعر معينة، توزيعها مختلف في الجسم. عادة عند الولاد بتبقى في الدقن، اكتر حاجة في المنطقة اللي تحت دي. بيبقى نمو الشعر فيها عايز ضبط زوايا، زي العربية اللي حادفة يمين كده. عارف انت تسوق العربية تحدف منك يمين، تحدف منك شمال، مش عارف تظبط خط مستقيم. الله ينور يا استاذ دومة، بس انا بقى مش عايزها تزحف الزحفه اللي هي زحفتها دي. فالشعر ده في الاماكن دي لما بنقصه على مستوى الجلد او تحت الجلد، يعني يتشال بالشيفنج بالمكنه، بمكنه الحلاقه، او يتشال بطريقه بتشيل بصيلات الشعر من جدرها زي الواكسنج. لان الموضوع مش موجود عند الولد بس، عند البنات برضه بيبقى موجود، بس في شعر في اماكن تانية. الاماكن الحساسه احيانا يحصل كده. في الشعر اللي في منطقه الفخذ ممكن يحصل كده. الفخذ، شفتوا الفخذ دي؟ فينمو الشعر لما بنشيله يجي يطلع تاني، يطلع بقى ايه؟ معوج، فيحفر ما بين طبقات الجلد وهو طالع زي الشنيور كده، فيحصل حواليه التهاب. الجسم بيتعامل مع الشعرايه اللي دخلت ما بين الطبقات دي كانها جسم غريب، ويبتدي يعمل التهاب حواليها. الالتهاب ده اسمه سودو فوليكولايتس، يعني التهاب بصيلات شعر خادع. خادع يعني سودو، مش حقيقي، لان مفيش ميكروب في الموضوع. هو التهاب شبه الميكروب ولكن مفيش ميكروب. لو انت بتتفرج على الفيديو ده والمشكله دي مضايقاك وبتعاني منها، اعمل لايك على الفيديو. طب الموضوع ده حله ايه؟ الحل المؤقت او المسكن ان احنا بناخد كريم كورتيزون موضعي او مضاد حيوي يهدي الالتهاب ده مؤقتا. والحل النهائي حاجه من ثلاثه، مالهمش رابع، هما الثلاثه دول، مفيش حل تاني، هما 3 حلول. محدش يضحك عليك، 3 بس. بما اننا ان المشكله ان لما الشعر بيتقص على مستوى الجلد وهو طالع بيغير اتجاهه فيحفر في الجلد، يبقى الحل الاولاني ان احنا نسيب الشعر يطول، ولما نيجي نقصه او نحلقه ما نحلقوش على مستوى الجلد، نخففه بالمكنه الكهرباء بحيث ان هو يبقى طالع فوق الجلد ب 2-3 مللي. يعني عمرك ما تحلق دقنك زيرو. طبعا انت لو شغال في بنك او في الجيش مثلا او في الشرطه او اي وظيفه مطلوب منك تحلق دقنك بالموس، الحل ده مش مناسب ليك. وطبعا لو انت بنت فبرضه الحل ده مش مناسب، يعني بتبقى عايزه تشيل الشعر. الحل الثاني هو احنا ما نديش فرصه اصلا للشعر ان هو ينمو، نحلقه كل يوم، ممكن كمان الصبح وبالليل بالموس، بحيث ان ما نديش فرصه خالص ان الشعر يحاول ينمو. كل لما يجي يطلع نقوم قاطعين، يطلع نقوم قاطعين، ما يلحقش يتنفس، خلاص جزره وجطامها جحش. فده الحل التاني. الحل ده ممكن يكون مناسب لو انت اصلا بتشتغل شغلانه محتاج تحلق دقنك فيها كل يوم، فممكن تحلق دقنك بقى صبح وبالليل. وبعد الحلاقه لازم نستخدم كريم مرطب عشان يهدي الالتهاب. بالنسبه للبنات الحل ده برضو مش مناسب، فهنا بيجي الحل الثالث وهو ازاله الشعر ده بالليزر. لما بنشيل الشعر ده بالليزر مع الوقت الشعر بيطلع اضعف، ومع الوقت نبتدي نعمل الجلسات كل شهرين او 3، فالشعر يكون بنسبه كبيره اختفى ومفيش اصلا المشكله دي. ازاله الشعر بالليزر موضوع كبير قوي ومحتاج تفاصيل كتير، اتكلمنا عنها في فيديوهين، واحد هنا اهو وواحد هنا اهو. انت لو مهتمه بالموضوع هنتفرج عليهم، ولو مش مهتمه بالموضوع اتفرج عليهم يمكن تهتم. نبص بقى تحت كده اهو، هنلاقي زرار ندوس عليه نعمل سبسكرايب على القناه، نشترك على القناه. ليه؟ عشان في اشاعات بتقول ان الاستاذ حسين فهمي احتمال يكون مشترك معايا على القناه، فانت كده هتبقي مشتركه مع الاستاذ حسين فهمي. اشوفكم على خير.